السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا في افضل حال، والايام اللي جاية ان شاء الله تكون خير وسعادة على اصحاب برج القوس في كل العالم كله. اصحاب برج القوس حبايب قلبي، رمضان كريم. ربنا يا رب يجعل ان شاء الله شهر رمضان يجعله بالخير عليكم بأمر الله، ودخول البركات والأمنيات تتحقق بأمر الله تعالى. النهاردة إن شاء الله حبايبي هنشوف مع بعض التوقعات، أتمنى أن تكون توقعات إيجابية وفي نفس الوقت خفيفة على قلبكم الطيب الجميل. وقبل ما نبدأ أي شيء هنسمي الله، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة وأفضل السلام. أصحاب برج القوس حبايب قلبي، بفكركم باللايك، الاشتراك في القناة، تفعيل الجرس عشان يوصل لكم إن شاء الله كل جديد من قناتكم الجميلة قناة برج القوس. آه، في ناس بتدخل طبعا تشاهد القراءة بس ما بتعملش اللايك حبايب قلبي. آخر فيديو ما كانش فيه عليه مشاهدات. مش زعلانة منكم ولا أي حاجة، بس هي يمكن انتم مشغولين أكيد. أتمنى أن انتوا تشاهدوا القراءة وتعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وهنشوف مع بعض نيتك يا برج القوس إن شاء الله. نية بأمر الله بتفعيل طاقة الثراء بأمر الله تعالى. نستخرج أي طاقة سلبية إن شاء الله ونسمي مع بعض ونشوف أخبارك يا برج القوس. برج القوس، عليك مسؤوليات كتير، عليك مسؤوليات كتير يا برج القوس وشايل الهم، بس ربنا إن شاء الله هيفرح قلبك، وده في القريب العاجل بأمر الله تعالى. في انفراجة عندك، انفراجة كبيرة جدا جدا. والله انت هتتعجب منها، وكل اللي معاك يا برج القوس هيتعجبوا من الانفراجة دي. انت يعني كنت بتحسب لحاجات وهتجيلك حسبة تانية خالص يا برج القوس، بعد صبرك وبعد طبعا ان انت استحملت كتير جدا جدا وشلت هم وشلت يعني مسؤولية كبيرة يا برج القوس. انفراجة إن شاء الله السعد والهنا بأمر الله تعالى. كمان عندك بوابة السعد ما بين إيديك، يعني أنا شايفة الكلمة ديت المكونة من تلت من من 5 حروف. كلمة السعد مكونة من 5 حروف أهيت، يعني هنجمعها تطلع السعد إن شاء الله. هنجمعها بأمر الله هتطلع كلمة السعد، ودي هتكون بين إيديك يا برج القوس. برج القوس، ابعد عن أي إنسان كذاب، ابعد عن أي إنسان كذاب من برج ناري. الإنسان ده كل فترة كده بيصدمك بحاجة، بيكذب عليك، بتتفاجئ بشيء، بتتفاجئ ان هو مش ان هو يعني مش في حالة طلاق مثلا بينه وبين الطرف التاني، لا هو يقول لك انفصال وكذب عليك. المهم ان انت هيصدمك كل شوية، فانت تبعد عنه في الاول كده احسن. انت بتحبه، هو في حياتك، انت طبعا في ذكريات، ولكن اللي جاي هيكون اصعب عليك يا برج القوس، فتبعد عنه كده من اولها احسن ليك يا برج القوس. في صعود عندك، صعود عندك يمكن لأوراق مالية، أوراق مالية، يمكن جهة مثلا في جهة بورصة، بنك. عندك صعود، عندك صعود في تجارة مثلا كبيرة إن شاء الله. المهم إن في كلمة صعود بأمر الله تعالى. في حد في بيتك عندك في مكانك تعبان،
خلي بالك منه شوية، حتى لو الشخص ده مش عاجبك في أمور كتير، أو أموره يعني مش على ما يرام، إن أنت بتقوله مثلا اعمل كذا يعمل هو حاجة عكسها خالص. ده طبعا مش هيمنع إنك أنت تهتم بيه، وده دورك، لأنه فعلا تعبان وفعلا عنده حاجة يعني، يمكن حاجة من ناحية معدة، قولون، حاجة في يعني حاجة صعبة شوية، بس إن شاء الله هتمر. بس خلي بالك، خلي بالك جدا من الشخص المريض ده. طيب ما شاء الله في عندك رقم 300، ده مبلغ إن شاء الله، بس 300,000، 300 مليون، 300 لا مش 300 جنيه يعني، مش، لا هو عدد كبير، وفي حرف الف بعد بعد الرقم يعني، في حرف الف يعني إن شاء الله هو مثلا بالآلاف. إن شاء الله. ده معزوم في مكان يا برج القوس، بس المكان ده بعيد عليك شوية مسافة يعني، بس انت برضو متردد ان انت تروح. طب ليه؟ يمكن خايف من حد معين او من فئة معينة هتكون موجودة، مش عاوز ان انت تتواجه او تشوفهم. لكن الناس ديت فيهم حد مش هيجي العزومة ديت، ولا هيعتذر، ولا يعني ولا يعمل تليفون ولا حاجة، هو مش هيحضر خالص. بمجرد بس انه عرف انك انت هتكون موجود، خلاص يعني يحضر الكورس يخلي الناس المريضة بقى تمرض اكتر يعني، سبحان الله. برج القوس. طيب في حد هيبعت لك دعوة سفر يا برج القوس، في حد هيبعت لك دعوة سفر، وعندك تحضير لشنطة، عندك هتشتري مشتريات يعني للسفر، هتجهز نفسك كده وتجهز كل حاجة إن شاء الله للسفر ده بأمر الله. في حد هنا في القراءة دي عنده التبعة، لازم تقطعوا التبعة دي، لازم علشان أموركم موقفة، أموركم كلها لازم تقطع التبعة علشان موقفة أموركم كلها، سواء رجل أو امرأة، سواء رجل أو امرأة. في ناس كتير بتقولي التبعة ديت للمرأة، لا، كلام غلط. طيب بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة. في في حروف هي بتظهر، آه، ك كاف. في اسم كارم، في اسم كارم، طاقته كويسة جدا 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 ليكم. كارم ممكن يكون انت، ممكن يكون حد قريبك، ممكن يكون في كرم جاي من عند رب العالمين هيهبط عليك يا برج القوس. بس الاسم ده فيه يعني طاقة إيجابية غريبة الشكل، سبحان الله يعني. السبحة نورت والله، يا إله إلا الله. اسم كارم، يمكن مولود جديد هيكون اسمه كارم، وربنا إن شاء الله هيكرمه، أو أنت أو يعني في، بص الاسم جميل جدا، في كله طاقة إيجابية، سبحان الله، وكله خير على فكرة، كله خير. انت هتشوف رؤية او هتشوف منام، وهتستنجد بحد في المنام،
وتقول له وتنده عليه وتقول بحرف الصاد. هتستنجد بشخص في الرؤية أو المنام ده، هتستنجد بيه تنده عليه. هو في حرف الصاد، هو مظهرش إلا هو حرف واحد، هو حرف الصاد، هو حرف الصاد. في عتبة عندك في البيت، هي العتبة التانية. يعني في أكتر من عتبة عندك، هي رقم 2، العتبة رقم 2 دي في حاجة اترشت عليها لحد في البيت. يعني في حد كده عمل حاجة على العتبة رقم 2 دي ليأذي حد عندك في البيت أو يأذيك انت. لا. في شخص ضخم، شخص ضخم، ضخم الملامح وضخم الجسم، ولونه خمري، والبشرة خمرية، وعنده يعني يمكن عنده صلع في يعني ما عندوش شعر او في شعر في الجناب بسيط جدا. هو الشخص ده كان في الاول كويس، بعد كده اتقلب او كل شوية بيقلب زي الزمن كده يعني. والشخص ده في حرف الت. يا جالك يا اما هيجيلك، يا اما كل شوية كده بيتصل بيك ويغيب ويجي. هو بس بصراحة يعني هو بيحبك يعني بصراحة، بس طماع شوية، او طماع او طمعان فيك، زي كده. انت هتروح جيم او تشترك في الجيم جديد كده عشان عايز تعمل فورمة كده؟ يا سلام. طيب كويس جدا. في حاجة من لبسك، في حاجة من لبسك انت كرهتها، كل ما تيجي تحط ايدك عليها كده عشان تلبسها تبقى خلاص يعني، مع انك كانت تبقى حلوة جدا عليك، بس لا، طاقتها مش حلوة. يعني يا ريت تطلعها من أوضة نومك أصلا. هي حاجة معينة كده يمكن فيها لون أسود، كنت بتحبها وكنت بتلبسها، بس يعني انت خلاص بقيت كده جسمك كده يبقى فيه قشعريرة منها. هو فعلا طاقتها بقت وحشة، لأن كانت عليها العيون وانت لابسها بتبقى منور فيها، فخدت الطاقة الحسد. لا حول ولا قوة. هو بصوا، ان شاء الله ان شاء الله هيتغير حالك ويتبدل بأمر الله لحال احسن بكتير. ان شاء الله. عانيت كتير الفترة اللي فاتت من توقف المال عندك، بس المال يعني ايه زي ما يكون نهر كده اهو، والمية ابتدت ان هي تجري فيه ان شاء الله. اصحاب برج القوس، اتمنى لكم كل الخير، كل السعادة، كل الحب. كل عام وانتم بخير، رمضان كريم. مش اللايك، الاشتراك في القناة، بحبكم جدا.